بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب، عاملين يا حبايبي؟ ركز كده بس معايا. في الكويز كان في سؤال الاولاني اللي هو بيقول كيف تميز عمليا بين كل الناس. المس قالت لكم اكتبوا المعادلات، صح؟ تمام؟ فاهمين؟ اكتبوا المعادلات. تقصد ايه؟ ان انت طريقه الكشف اللي انت هتستخدمها لو ليها معادلات تتكتب. طب طريقه التمييز اللي انت هتعملها مش ليها معادلات، خلاص اخترع لها معادله يبقى ليها معادله. طيب السؤال الاولاني كان بيميز ما بين بروميد الليثيوم وبروميد السيزيوم، بالتالي فاهم صح؟ يغير لي في اسم الملح زي ما يغير، انا مالي بروميد كلوريد فوسفيت، انا مالي، المهم في ليثيوم وفي سيزيوم، هتميز بايه؟ كشف الجهه. هتقول مع الليثيوم ولا هتقول اذا اداني؟ صح، اذا اداني لون كرموزي هيبقى ليثيوم، اذا اعطى لون ازرق بنفسجي هيبقى سيزيوم. تمام. طيب اللي جايه بقى عشان في ناس عايزاها، انا كنت عملتها معاكم صح؟ صح مش كنت قلتها؟ كيف تميز عمليا بين مسحوق البوتاسيوم، بوتاسيوم مطحون، ركز يا دكتور هيبقى سامع صوت، سامع صوت بقى احنا بدأنا نشتغل. كيف تميز عمليا بين مسحوق البوتاسيوم ومسحوق سوبر اكسيد البوتاسيوم؟ الاول الرمز عارفينه، البوتاسيوم رمزه كي، وسوبر اكسيد البوتاسيوم كيو 2. ده مسحوق ده مسحوق، تمام؟ مش سايبه قطعه عشان ما عارفه بالشكل ما يعرفوش، فهو طحنه بس هو مسحوق. ازاي تميز ما بين ده وما بين ده؟ قلنا هنرمي على الاثنين ميه، هنقول باضافه ميه على كلاهما. اللي يعطي غاز يشتعل بفرقعه يبقى مين؟ ها، اللي يعطي غاز يشتعل بفرقعه يبقى مين؟ بوتاسيوم، صح. طب واللي يدي غاز يزيد شظيه مشتعله اشتعالا، سوبر اكسيد بوتاسيوم، صح؟ لان الكي هيتحد مع الميه هيديك ايه؟ والكي او 2 هيتحد مع الميه هيديني ايه؟ ها مين يديني الناتج؟ ناتج فوق وناتج تحت. فوق هيديك ايه؟ كيو اتش، صح. زائد مين؟ اتش 2. طب هنا هيدينا ايه؟ كيو اتش برضه زائد مين؟ اتش 2 او 2 زائد مين؟ او 2. طب ما الغازين مش متشافين يا مستر، كده كده ده هيعمل فرقعه. هتقول لي طب ما انا اسمع ان ده هيعمل فرقعه، اقول لك خلاص هتجيب شظيه مشتعله، اللي هيفرقع هو اكتر هو غاز الهيدروجين، طب واللي هيزيد اشتعال هو الاكسجين. معايا في الكلام ده؟ يبقى اذا ده التمييز ما بين مين وما بين مين؟ المسحوب. دي المعادلتين اللي انتوا كنتوا عايزينهم، دول عملتوهم. طيب ندخل بقى على اللي جاي. ما كتبتوش معادلات؟ كتبته بس. طيب هو هنتعامل عادي، بس ممكن تكون كتبت التمييز صح، بس المفروض تكتب لو سؤال مقالي تكتب لو حاجه لها معادلات تكتب لها ايه؟ معادلات. طيب السؤال التاني، اكتب المعادلات فقط مع كتابه شروط التفاعل، يعني تحاول تطبخ بالمعادلات بس. هنا بقى بالمعادلات اهو مكتوب. طيب هنطبخ ايه؟ عايز تحصل على الاكسجين من البوتاسيوم بطريقتين. مين يقولهم؟ ها كي ان او 3؟ لا ده بقول لك انا عايز الاكسجين من البوتاسيوم، يعني تكون بادئ ببوتاسيوم مش بادئ بكين ان او 3، ما تبقاش بادئ بنترات البوتاسيوم، بادئ شغلك ببوتاسيوم. اديتك بوتاسيوم اهو، قلت لك ازاي تطلع منه اكسجين. ها اول واحده افعله مع مين؟ مع الميه. البوتاسيوم لو اتفاعل مع الميه يطلع هيدروجين، بقول لك ازاي تحصل على الاكسجين من البوتاسيوم. من البوتاسيوم اكسيد فلز. ليه يا بطل؟ تاني انا خدت قطعه بوتاسيوم بقول لك اتفضلي، انا عايز البوتاسيوم دي تعمل لها تفاعلات خطوه خطوتين ثلاثه زي عدد خطوات الطبخه اللي انت بتاعها، المهم تنتج اكسجين. تنتج ايه؟ السؤال بيقول كده كيف تحصل على الاكسجين من البوتاسيوم بطريقتين. حد يديني طريقه وحد يديني طريقه اهو. دكتور، هفعل البوتاسيوم مع الاكسجين نفسه عشان اكون ايه؟ سوبر اكسيد. عشان اكون ايه؟ حلو، جبت السوبر اكسيد هتعملي بيه ايه؟ دي طريقه، اخد سوبر اكسيد افعله مع الميه هيطلع منها اكسجين، او اخد سوبر اكسيد افعله مع الاحماض. طب لو حد مديني طريقه غير الاحماض، مع ثاني اكسيد الكربون، مع ثاني اكسيد الايه؟ يبقى اذا هنقول باضافه او بتفاعل. الصوت يا شباب سامع صوت النهارده والله، انا بشرح لك عشان اللي مش عارف يعرف. بتفاعل البوتاسيوم، بتفاعل البوتاسيوم مع الاكسجين، فانت هتروح قايل كي زائد او 2 هيدينا كي او 2. دي كده خطوه. الخطوه الثانيه الكي او 2 هتفعلها مع، اما تفعلها مع الميه
فهيديك المعادله دي، او تاخد سوبر اكسيد بوتاسيوم وتفاعله مع غاز ثاني اكسيد الكربون، صح؟ بس وزن المعادله كان هنا كام؟ ها؟ 4 وكان هنا كام؟ 2، فكان بيطلع 2 كي 2 سي او 3 وكام اكسجين؟ 3 او 2. ادي طريقتين اهو. تمام؟ يبقى انت خدت البوتاسيوم، يبقى ما ببداش بنترات بوتاسيوم. انت تليك قلت من نترات البوتاسيوم، طب انا مديك نترات بوتاسيوم ولا مديك بوتاسيوم؟ صح؟ يبقى بالتالي ازاي هبتدي بنترات بوتاسيوم وهو مش في ايدك؟ عشان ابتدي باللي ادولك. طب كنت تجيبه ماشي، انما ما تبداش بنترات بوتاسيوم. كان ممكن تجيبه ازاي؟ بتتفاعلوا مع حمض النيتريك، ماشي. عملت الطريقه دي، قلت هتفاعلوا مع حمض ولا قلت نترات بوتاسيوم على طول؟ لا غلط، لان انا مديك ايه؟ بوتاسيوم ولا نترات بوتاسيوم؟ بوتاسيوم. معايا؟ السؤال رقم 2، كيف تحصل على هيدروكسيد صوديوم من الصوديوم؟ يعني دي سهله. ها؟ عملت فيها ايه يا احمد دي؟ اه، هيطلع هيدروكسيد صوديوم، ادي طريقه. ها؟ افعله مع نيتريت الفلز، ماشي، هيدينا نيتريت صوديوم، بس الصوديوم ما بيتفاعلش مع النيتروجين. الليثيوم هو اللي بيتفاعل مع النيتروجين. ها؟ الليثيوم ايه؟ نفس اللي عملته ايه؟ هتعمله يعني هاخد الصوديوم وافعله مع الاكسجين، هيديك ايه؟ فوق اكسيد. هفعله مع مين بقى الفوق اكسيد؟ مع الميه. يبقى بالتالي خطوه افعل الصوديوم مع الميه على طول، وخطوه ثانيه او طريقه ثانيه افعل الصوديوم مع الاكسجين هيدينا فوق اكسيد. ما هو برضه عملت نفس زميلك اللي عمله، انت بداتي بالفوق اكسيد على طول. طب انا مديكي فوق اكسيد صوديوم ولا مديكي صوديوم؟ يبقى المفروض تعملي، ما هو عملي، فلازم تحولي الصوديوم الاول لايه؟ وبعد كده تفعليه مع الميه. فهمتني؟ على فكره هو انا جايب الكوز ده، هو ده امتحان اخر السنه وده امتحان، ولا جايب الكوز عشان نعرف طريقه حل السؤال، صح؟ ونعرف اخطائنا فنتعلم. فانت انا لو بكلمك النهارده اقول انا اتعلمت ان انا الحاجه اللي يديها لي هي اللي ابدا بيها، مش عشان انا عارف المعادله الاخيره فابدا بالمعادله الاخيره، لا، الاول احولها للمركب اللي هو فيه المعادله الاخيره. يعني انت عارفه ان فوق اكسيد الصوديوم هو اللي بيعمل، صح؟ طب هتحولي لي الصوديوم لمين الاول؟ بعد كده اعملي اللي انت عايزاه. فهمت الفكره؟ تمام؟ طيب. السؤال الثالث كان عباره عن معادلات. كان بيقول لي الكي او 2 سوبر اكسيد البوتاسيوم كده مع ثاني اكسيد الكربون يدي ناتج، مع الاتش سي ال يدي غاز، هنا غاز بي وهنا غاز بي. غريبه ان الغاز اللي هنا هو نفس الغاز اللي هنا. طب الكي او 2 لما اتفاعل مع ثاني اكسيد الكربون هيديك غاز ايه؟ والكي او 2 مع الاتش سي ال هيديك برضه في الاخر غاز ايه؟ هو هيديك نواتج ثانيه، بس الغاز اللي طالع هو مين؟ الاكسجين. تمام. بقول لك اكتب معادله الحصول على سوبر اكسيد بوتاسيوم من الغاز، عملناها. مع عدد تاكسد كل من الاكسجين والبوتاسيوم في جزيء السوبر اكسيد، الاكسجين كام؟ سالب نص، والبوتاسيوم موجب واحد. طب الرابطه في جزيء الاكسجين رابطه ايه؟ ها؟ رابطه ايه؟ تساهميه. ليه؟ فرق السلبيه الكهربائيه بيساوي صفر، 10 على 10. تمام؟ اكيد متهيألي اديناكم وقتكم، او محدش سلم الورقه الا ما يكون هو اللي عايز يسلمها الوقت الطبيعي بتاعها. معايا؟ عندك اخطاء عادي، عايز تتعلم حل السؤال نتعلم من خلاله. طب والاخطاء اللي موجوده علمتنا ان احنا ما نغلطش فيها، المهم ان انت تعرف ازاي تميز وازاي تتعامل مع السؤال الجديد ده. عارف الكلام ده؟ يبقى ده اللي احنا بنتكلم عليه. طب ركز كده معايا، ركز بقى معايا. بالنسبه للخاصيه رقم 10 بتقول ايه، والخاصيه رقم 11 بتقول ايه، وركز كده مع بعض نقولها، منها مراجعه للي سمعها قبل كده، ومنها بقى يتعلم الحته الجديده او يسمع الحته الجديده اللي هي المفروض كان يسمعها النهارده. ركز كده معايا. ايه هي الخاصيه رقم 10 و11؟ 10 بتقول فلزات الوان ايه تتفاعل مع الاحماض. حلو. اكيد مش الاحماض دي الصيغه العامه ليها؟ حد يقدر يديني صيغه عامه للاحماض؟ ايه اشهر حاجه في الاحماض؟ ها؟ لا، اتش سي ال ده اشهر حمض، بقول صيغه عامه يعني رمز يمشي مع اي حمض. ايه اهم حاجه في الحمض؟ الاتش. اما تعمل الاحماض كده كده تكتبها كده في المعادله دي تعني ان انا حمض، بس حمض مين؟ اقول لك هات اي حمض، مثال لاي حمض. عارف الكلام ده؟ او تديها رمز اتش اكس، المهم ان يكون فيها مين في الاول؟ اتش. اذا الاحماض هي مصدر الهيدروجين، زي مين مصدر الهيدروجين في الخاصيه رقم 9؟
ها الميه، مش انت فعلت فلزات مع الميه وطلع هيدروجين؟ ايضا الاحماض هي مصدر الهيدروجين. طيب هو الفلزات طردت الهيدروجين عند تفاعلها مع الميه ليه؟ فلزات ال 1 ايه طردت الهيدروجين عند تفاعلها مع الميه ليه؟ عشان تكون هيدروجين. ايوه، ليه طردت الهيدروجين؟ لا عشان الصوديوم انشط بالهيدروجين. صح، ما طردت. لا لسه، ليه التفاعل اقوى دي لسه هنقولها. انا فاهم قصدك، كنت عايز تجيبي بقى السؤال. تمام، بسال الاول للي ما سمعش الشرح. انت هنا لما جبت فلز وفعلته مع الميه، ادي رمز الميه اهو. الفلز 1 ايه شاف نفسه هو انشط من مين؟ فراح طرده وخد اللي معاه. مين اللي معاه؟ فراح طالع ام او اتش وتصاعد غاز مين يا ولادها؟ ده لما اتفاعل مع الميه. فانا بقول له انت طردته ليه؟ قال لي لان انا انشط منه. يعني معنى كده انت انشط بالهيدروجين بتاع الميه ولا انت انشط بالهيدروجين بصفه عامه؟ بصفه عامه، موجود في الميه، موجود في اي حته ثانيه، هطرده. لان انا كده كده ايه؟ انشط منه كده كده ايه. والتفاعل ده كان مصحوب بفرقعه ولا مش كان مصحوب بفرقعه؟ بسبب ان هو ولد حراره. ولد ايه؟ بسبب ان التفاعل كان سريع، واي تفاعل سريع يولد حراره نتيجه لسرعته بسبب النشاط. نفس الكلام برضو لو جبت انا فلز من فلزات ال1 ايه وفعلتها مع اي حمض، وده الصيغه العامه للحمض. ها، الحمض فيه هيدروجين ومش فيه هيدروجين؟ فيه هيدروجين. هيعمل ايه برضو في هيدروجين الحمض؟ حلو، هياخد مين؟ اكس، فيطلع حاجه اسمها ام اكس. تتوقع اديها اسم ايه ام اكس دي؟ يعني ام او اتش هيدروكسيد قلوي. ام اكس لو تاخد بالك لا فيها اتش ولا فيها او اتش ولا فيها او حره، يبقى ده يعبر عن ملح بالظبط. تفاعل الفلز مع الاحماض يدي ملح. ويتصاعد غاز مين؟ ها، نفس الكلام اللي حصل هنا، بس الفرق ما بين التفاعل ده والتفاعل ده ايه؟ ان ده بيطلع قلوي وده طلع ملح. جميل جدا، بس في الحالتين طلع غاز ايه؟ يعني في الحالتين هيحصل فرقعه ولا مش هيحصل فرقعه؟ السؤال لمجموعه الساعه 3 مش مجموعه الساعه 2. ولو مجموعه الساعه 2 مش فاكره تفتكر ليه التفاعل هنا كان اعنف من هنا. ما هو في الحالتين بيطرد هيدروجين. انت مجموعه الساعه كام؟ اه طيب ماشي، ما سمعتهاش. ها، ليه التفاعل هنا اعنف من هنا على الرغم ان هنا طرد هيدروجين وهنا طرد هيدروجين في الحالتين، وانت هنا نفس الفلز؟ ليه كان انفجارك او عصبيتك كانت اكتر هنا اهو؟ ها، نبدا انت مجموعه الساعه كام يا ولد؟ هتقول هذا نصاب. طب قول. في الميه اسهل في الفك عن الاحماض. تمام، دي اجابه في الميه. تمام، اوكي. حد عنده اجابه ثانيه؟ مجموعه الساعه 3؟ لا انت اشرف محمد. ايه؟ الاحماض هي اللي اسهل ليه؟ ما هي الرابطه في الميه تساهميه قطبيه برضه. انت ناسي ان الرابطه بتاعت الميه تساهميه قطبيه؟ وعلى فكره هنا فعلا رابطه تساهميه قطبيه برضه في الاتش في الاحماض. لا، علشان الاحماض، حد فاكر مجموعه الساعه 2 بقى؟ تمت التأين. الاحماض ايه؟ تمت التأين في الميه. الاحماض ايه؟ يعني ايه كلمه تمت التأين في الميه؟ اول ما بتنزل في الميه لوحدها ايه اللي بيحصل؟ ها، تتأين. يعني ايه تتأين؟ تتفك. لو انت جاي لك تفاحه كامله في طبق وتفاحه متقطعه جاهزه، مين اسرع في الاكل؟ متقطعه تاكلها على طول. التانيه تاكلها بس هتعمل على حاجتين، هتكسر الاول وتقطع وبعد كده تاكل. انا لو نازل على ماده رايح اطرد الهيدروجين فلقيت الهيدروجين هو مفكوك جاهز، فبالتالي انا هدخل اطرده على طول، فبالتالي كده هيبقى تفاعلي اسرع. فهنا هيولد حراره، فبالتالي يصاحبها عمليه ايه؟ انفجار. يصاحبها عمليه ايه؟ يعني معنى كده لما يجي يقول لك علل لما ياتي ليه تفاعل فلزات ال1 اي مع الاحماض اكثر عنفا من التفاعل مع الميه، تقول له كلمه واحده: لان الاحماض تمت التأييد. الاحماض تمت ليه؟ فبتكون في سهوله في انفصال ايون الهيدروجين. تمام. تعال نشوف المعادله بتاعتنا ونحطها رابيديوم مع حمض كبريتي. ها، الناتج هيبقى ايه وايه يا ولاد؟ ها، برموز. ها، بس وزع التكافؤات صح. ار بي 2 صح، ار بي 2 اس او 4، ار بي 2 اس او 4. طب ليه في 2 عند الار بي على الرغم انها داخله واحد؟ تكافؤ كبريتات شاطرين. زائد ايه يا ولاد؟ ها، غاز الهيدروجين يحصل عمليه ايه؟ ها،
تصاعد واحط 2 قدام الار. تمام؟ دي كده خاصيه رقم 10. ركز بقى في الخاصيه رقم 11 عشان دي اللي فيها الحته الجديده لحضرتك يلي ما سمعتهاش مني يوم ما كنت بشرحها في مجموعه ساعتين. انحلال، الخاصيه بتقول انحلال الاملاح الاكسجينيه، ركز لو سمحت، لفلزات ال1 A. من امثله الاملاح الاكسجينيه لفلزات ال1 A املاح كتيره، بس هو هيكلمني في نوعين من الاملاح بس. املاح اسمها نترات الفلز، واملاح اسمها كربونات الفلز. طيب لو سمحت، لو عايز اكتب صيغه عامه لنترات الفلز، نترات فلزات ال1 A، ايه هي الصيغه العامه اللي تتكتب لنترات فلزات ال1 A؟ اعتبر ان الفلز رمزه ام، ها، يبقى ام ان او 3 على طول. ليه؟ عشان الان او 3 تكافؤها زي الام تكافؤها ايه؟ وحيد. فكربونات الفلز الصيغه العامه بتاعتها M2 بالظبط CO3. حلو. طب الاملاح في الطبيعه الحاله الفيزيائيه بتاعتها ايه؟ صلب. جميل، بس انا عايز الكلام ده على صلب. في ناس يعني سمعت الخاصيه وسالت السؤال اللي هساله كانت فعلا مركزه في الشرح وحلت الاسئله اللي احنا قلناها. فنركز كده للناس اللي هتسمعها جديده وبرده تجاوب معانا على الاسئله. جميع الاملاح في الحاله العاديه صلب. جميل جدا. طب لما الملح ده يتعرض للحراره، لما الملح يتعرض للحراره عنده احتمال من الاحتمالين هيحصلوا. ايه هما الاحتمالين؟ اما يقعد بيستحمل الحراره وما يتفكش فيحصل له تحول من الحاله ايه لحاله ايه؟ صلبه حاله سائله، فدي اسمها عمليه ايه؟ انصهار، فيحصل له عمليه انصهار. او يتاثر بالحراره فبيحصل له عمليه تفكك. كلمه تفكك في الكيمياء اسمها انحلال. اسمها ايه؟ والانحلال هنا في الحاله دي تغير كيميائي لان انت هتتحول لمركبات ثانيه. امال الانصهار تغير كيميائي ولا فيزيائي؟ فيزيائي. يبقى في اللي هيعمل تغير فيزيائي، في اللي هيعمل تغير. التغير الفيزيائي يبقى اسمه ايه؟ والتغير الكيميائي يبقى اسمه ايه؟ التغير الفيزيائي اسمه انصهار، والتغير الكيميائي اسمه تاني. التغير الفيزيائي هيبقى والتغير الكيميائي هيبقى. جميل. تعال نشوف مين بيعمل ده ومين بيعمل ده. هنبدا بكربونات الفلز. الخاصيه بتقول جميع كربونات فلزات ال1 A، يبقى هنا هو بيخص فلزات مين بس؟ مالها؟ تنصهر بالحراره. يعني لما تيجي تعرضها للحراره بيحصل لها عمليه ايه؟ انصهار. انصهار ده تغير فيزيائي ولا تغير كيميائي؟ يعني تحول من حاله ايه لحاله ايه؟ حلو الكلام. يعني مش هيتغير تركيبها الكيميائي، هو تغير حاله بس. ما عدا مين الوحيد اللي ما عملش اللي الكربونات عملته؟ اللي الوحيد اللي الفلزات ما عملتوش عدا كربونات مين؟ الليثيوم. طب ما طالما قلت ما عدا يبقى هتنصهر ولا هتنحل؟ تنحل. طب لو انحلت الكربونات، المعادله العامه جايه اهو، الناتج بالعربي، لو انحلت الكربونات تعطي ايه؟ بتعطي، هيبقى تغير كيميائي الاول ولا تغير فيزيائي؟ تغير كيميائي ولا فيزيائي؟ اذا لو جيت اتكلم بصفه عامه كربونات الفلز تحدث تغير كيميائي، تغير فيزيائي تحدث تغير كيميائي وفيزيائي. كيميائي وفيزيائي لانه بيتكلم بصفه عامه لانها تقدر في اللي يعمل تغير فيزيائي وفي اللي يقدر يعمل تغير. حلو. تعطي اكسيد فلز، اكسيد فلز وغاز ثاني اكسيد الكربون. وغاز ايه؟ حلو. طب كربونات الليثيوم هتنحل عند درجه حراره كام يا ولادها؟ 1000 درجه مئويه، درجه حراره عاليه قوي. طب يلا، كربونات الليثيوم رمزها ايه؟ ال اي 2 سو 3 سهل عليه 1000 درجه مئويه. يلا يا ولاد، شوف المعادله بالعربي وطلع لي الناتج. ال اي 2 او ال اي ال 2 زائد سي او 2 سهم عليه حراره. ودي حالتها صلبه ودي حالتها غازيه ودي حالتها صلبه. سؤال للكل بقى، مجموعه الساعه 2 مجموعه الساعه 3، مبتدئا بالليثيوم. ازاي تطبخ اكسيد الليثيوم بطريقتين؟ تمييز. يلا اهو. اقعد بقى اريح جتتي شويه، انا شغال من الساعه 8 الصبح. فكر بس قول لي بصوت، بجد هميز عليها حلوه قوي.
خلاص بنشطب، الله يكون في عونك يا بنت، تعبت. كلكم تعبتوا النهارده والله بجد، كلكم تعبتوا معايا قوي النهارده. ربنا يديكم الصحه والعافيه. ها، يلا يا دكتور اياد، بس عايز اسمعها بالتفصيل. صح. جيب الاكسيد المثالي، لان هو بيدي الاكسيد المثالي بادب واحترام، انا كده مؤدب. الخطوه الثانيه. انت عايز تفعله مع حاجه فيها كربونات يعني. حلو. حمض كربونيك. حلو، فهمتك، ما انا فهمتك، اساعدك على طول طالما بتفكر صح، بس مش عارف تجيب المركب، لا اساعدك. تمام. هيدينا كربونات. صح، كربونات الليثيوم. هتعمل ايه؟ دي خطوه كده، هتطبخ على خطوتين مش خطوه واحده، صح؟ هاخد كربونات الفلز اللي طلع دي، افعله بالايه؟ بالحراره، يدينا اكسيد الليثيوم وغاز ثاني اكسيد الكربون. ممتاز جدا، التمييز الكبير. ماشي، خلينا في اخر حصتي، تعبان انت بس اعرف الاسامي في اخر حصه. ممتاز جدا يا 10 على 10. للي مش فاهم، فعلا الليثيوم هاخده احوله لده اللي انا افعله مع مين على طول. حلو. مستر المعادله بقى الثانيه مش موجوده عندي في المنهج. اقول لك ليه؟ هو انت مش موجود عندك في المنهج ان الفلزات، الخطوه رقم 10 لسه قايلينها، ان الفلزات تتفاعل مع ايه؟ مع الاحماض، صح؟ طب ما في حمض اسمه حمض الكربونيك، المهم يكون في اتش. ما انا عايز ادخل كربونات، دخل عليها احماض. مش عايز ادخلها على احماض، الاحماض بتزود عليها ايه؟ اتش. الليثيوم هيعمل ايه مع حمض الكربونيك؟ هيطرد الهيدروجين، صح؟ وياخد ايه؟ سي او 3، فهيعمل ماده اسمها ال اي 2 سي او 3، صح؟ لو انت سخنتها بالحراره ايه اللي يحصل؟ هديك ال اي 2 يتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. بيتهيألي ده تالت غاز يخرج، مش احنا خلصنا غازين، طلعنا غازين قبل كده من الخواص؟ غاز مين وغاز مين؟ حلو. وكل غاز كنا بنكشف عنه ولا لا؟ طب الهيدروجين كنا بنكشف عنه بايه؟ صح، بيحصل ايه؟ انا عايزك تذاكر بجد بالفهم كده، ها؟ بيحصل فرقعه. طب والاكسجين بتكشف عنه بايه برضه؟ بيحصل ايه؟ توهج زياده. ثاني اكسيد الكربون بتكشف عنه بايه؟ يلا يا اعداديه، يلا يا ابتدائيه، تعالى نفتكر المعلومه القديمه. اقولها تاني؟ انت بقى خلاص، لا ما طالما اقول ايه. والله الشوكولاته خلصت. والله ما تغلى عليك يا ابني، انت عارف غلاوتك. مفيش حاجه تغلى عليك، بس والله خلصت النهارده، ولا خلصانه من امبارح. ها. بس انا عايز بالمجموع الساعه 3 فعلا، انتوا فعلا مقاطعين. انا سالتك سؤال في اول الحصه ما جاوبتش عليا، فعقابا ليك اخلي حد تاني. خلي حبيبك. مش انتوا الاثنين واحد. لا استنى، معلش. هخلي بنوته، عارف ليه؟ لان فعلا السؤال عشان بس هو بزعل. فعلا السؤال اللي فات كان ولد، فنخلي السؤال بنوته. يلا ها. حد انت جاوبتي صح؟ في الاول المره اللي فاتت، ما انت ليكي تمييز، الدكتوره برضو لها تمييز، انا نسيت. دكتوره لوجايه، تمام، عايزين بنوته. جانا جاهزه. يلا بس الشظ يا غلط. والله جميله، بس لو شرحتها صح دي بتاعت ثالثه ثانوي، دي حاجه جامده. فاهمها؟ انت كنت معايا في ثالثه اعدادي يا بنت؟ اه يا حرامي، طب قوليها صح بقى. ورقه عباد شمس بس، مش هتعمل حاجه. اه لو افتكرتيها. والله التمييز ده هيبقى من عندي بقى، ما بيني وما بينك كده بعد الحصه، تمييز كبير قوي. قوي. لا مش ايه اللي يحصل، تقوليها صح، ولا عباد شمس كده بس مش هيحصل حاجه. هو على العموم مش دي اللي انا عايزها، انا عايز اسهل من كده. بس انا مركز بقى عشان هي قالت حته جميله قوي، بس يا رب تكون فاكراها صح. اه زعلتيها. هتقوليها وهتظبطيها. هتظبطيها. ماشي ها. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ليه لازم ميه؟ انت بتتكلمي صح، ده انا بسمعك عشان منبهر ان انت فاكره الكلام دوت. الله اكبر. قولي. ها. ده انا، انت حقيقي عني الامل تاني ان في ناس عندها لسه عندي امل فيهم. قولي يا دكتوره. وتديني الوسط الحامضي، تديني الوسط الايه؟ فتعمل ايه بقى في ورقه عباد الشمس الزرقاء؟ تحولها الى اللون الاحمر، لان الحمض بيحمر ورقه عباد الشمس الزرقاء. ليكي تمييز جامد. انت شرحت التفسير كمان. تمام. لا عنصر قبل لا. لا هو يعني ماشي، ممكن، بس تاثير الهواء ممكن يقول الغرفه في حاجه اقوى وهي عاديه بسيطه. انتوا اغلبكم بس اول ما اقولها تفتكروها على طول. ما هو انتوا بتاع الساعتين قلتوها.
قول. ماء الجير الرائد بيعكر. ممتاز. عارف يعني ايه سبب عقار؟ يعني ايه كلمه يعكر؟ يعني تكون ايه؟ شوائب يعني راسب. شوائب يعني ايه؟ راسب. فلما ده فعلا عدى على ماء الجير كون عقاره 10 على 10. ممتاز. طبعا جنى انا اللي هميزها، انما الدكتور هتدخل في التمييز وجنى هتخش في التمييز. تمام. ممتاز جدا. طيب ده كده الكشف عن غاز ثاني اكسيد الكربون. 10 جنيه بحاله. 10 جنيه. طيب تعال نشوف بقى نترات الفلز، ودي بقى الحته الجديده اللي انا عايزك تسمعها يا كل الطلبه. ركز عشان توكل على الله وراك حاجه. ركز بقى معايا. هدخل على طول في الحلال وهيدي ايه، بس انا عايزك عشان تسمع الحته الجديده بسرعه. ركز بقى معايا بجد. شاهد، مليكه، مريم، ركزوا معايا. احنا قلنا كربونات الفلز فوق بيحصل لها ايه يا ولاد؟ ها حد فاكر؟ بننسى. ها كربونات الفلز بيحصل لها ايه فوق؟ كل كربونات الفلز بيحصل لها ايه؟ تنصهر. يعني اغلبها بيحصل لها تغير ايه؟ فيزيائي. تمام. ما عدا واحد فيهم بيحصل له تغير كيميائي. كربونات الليثيوم بتتحول لايه والايه؟ اكسيد ليثيوم وغاز ثاني اكسيد. حلو. نترات الفلز بتنحل. ممكن احدهم عنده انحلال مختلف بس بتنحل. المهم انها بتنحل. وبتنحل اسمه انحلال جزئي. انحلال ايه؟ طب رمز النترات ايه؟ حد فاكر؟ NO3. النترات ليها بنوته صغيره طالعه منها، من اصولها صغيره كده، بنوته حته صغننه دلوعه نونو. ايوه النونو. ها النونو ده اسمه ايه؟ نيتريت. رمز النونو ايه؟ فالنونو لسه صغير ففقد ايه من النترات؟ فاضل لسه موجود منه ها اكسجين. يبقى اذا الناتج من انحلال النترات النونو واكسجين. مين النونو؟ ها النيتريت. مين النونو؟ ومين اللي فاضل؟ الاكسجين. يبقى ده اسمها انحلال جزئي. انحلال ايه؟ يبقى اذا نترات الفلز تنحل بالحراره. تنحل بالايه؟ الى ها نيتريت الفلز. نيتريت الايه؟ ومين يتصاعد؟ طبعا مش محتاج اقول لك كيف يمكن الكشف عن غاز الاكسجين. هتكشف عنه ازاي؟ بشظيه مشتعله يزداد اشتعال. دي الانحلال. ركز بقى معايا في الحته الجديده لانها حلوه وصغيره خالص وتوكل على الله. ركز بقى معايا. هجرب، او الراجل بيقول لي يلا معادله انحلال نترات البوتاسيوم. انحلال نترات البوتاسيوم ينتج عنه نيتريت. ركز كده معايا. واكسجين. وادي وزن المعادله اهو. انا اللي كتبتها حتى. ناتج انحلال نترات الفلز، فلزات الاقلاء بالذات نترات البوتاسيوم، بينتج عنه ركز معايا. ناتج انحلال نترات الفلز بالذات نترات البوتاسيوم بينتج عنه طاقه كبيره بيستخدموها في الانفجارات. عشان كده بيسموا الملح ده ملح البارود. ملح الايه؟ اللي هو اول ما يستشعر الحراره بينتج منه انفجار، والانفجار دوت بينتج عنه الانحلال الى ايه والى ايه؟ ها نيتريت واكسجين. فبيصاحبوا انفجار. بيصاحبوا ايه؟ مين زيه برضو؟ نترات الصوديوم. ركز كده معايا. برضو بينحل. ها ينحل الايه والايه؟ نيتريت صوديوم. ومين يا اولاد؟ ها واكسجين يتصاعد. ادي نص مول اكسجين. ركز معايا يا دكتور. ده برضو انحلاله بينتج منه انفجار، ولكن لوحظ ان انفجار نترات الصوديوم اقل من انفجار نترات البوتاسيوم. ايه السبب؟ وانتوا مجموعه واحده. ايه السبب؟ ان نترات البوتاسيوم اكثر انفجارا وطاقه ناتجه من الانحلال اكتر من الصوديوم. لسه دي لا دي اللي انا بقولها لك. لسه السؤال بقى اللي انا عايزه جاي. لاحظوا ان نترات الصوديوم ماده فيها صفه اسمها صفه التميع. صفه ايه؟ يعني ايه كلمه تميع ده يا مستر؟ حاجه ميعه يعني، حاجه شبه كده. ان نترات الصوديوم لما بتتعرض للهواء الرطب، وانت عارف الهواء مليء ببخار الميه، بتعمل ايه؟ بتمتص بخار الميه. فامتصاص بخار الميه بيقلل من الطاقه الناتجه من انحلاله. فايه سبب ان الطاقه بتاعت نترات الصوديوم اللي ناتجه اقل من نترات البوتاسيوم؟ السبب في نترات الصوديوم نفسه لانها ماده ايه؟ ها حد فاكر؟ ماده ايه؟ متميعه. ماده ايه؟ يعني ايه كلمه ماده متميعه؟ ها زي ما فهمتها قولها. يعني ماده متميعه ها تمتص بخار الميه منين؟ من الهواء. تمتص بخار الميه منين؟ فدي معناها اسمها ماده ايه؟ ماده ايه؟ حلو. ركز بقى في السؤال. لو انا جبت انبوبه اختبار وانبوبه اختبار، والانبوبه ديت مفتوحه الطرفين، وحطيت مسمار حديد هنا اهو ومسمار حديد هنا اهو،
وحطيت ملح نترات البوتاسيوم هنا، وحطيت ملح نترات الصوديوم هنا، وسبت الانبوبتين دول مفتوحين للهواء الجوي، معرضين لمده شهر او شهرين من غير ما تاثر حراره خالص، متعرضين للهواء كده. بعد ما رجعت بعد شهر شهرين لقيت المسمارين صدوا. امر طبيعي، مسمار بيتعرض للعوامل الجويه فيحصل له عمليه ايه؟ صدى. بس لاحظت ان صدى المسمار اللي في انبوبه البوتاسيوم اعلى من صدى المسمار اللي موجود في انبوبه الصوديوم. ايه السبب العلمي في الكلام ده؟ ده تمييز كبير تاني. عايزين نقول السؤال تاني اقوله؟ فهمتوه؟ خلاص فكر. ها؟ اقول السؤال تاني؟ حاضر. انبوبتين، حطيت في كل واحد مسمار قابل للصدى، ما جبتش مسمار سلستين، لا، مسمار قابل للصدى. حطيت مع المسمار الاولاني نترات بوتاسيوم، مع المسمار الثاني نترات، بس حطيتهم على ايد املاح، مفيش ميه خالص. تمام. وعرضتهم للهواء، وعرض للهواء لمده طويله، شهر. انت عارفين صدى الحديد تفاعل بطيء فبياخد فترات، شهر شهرين كتجربه طويله. اكيد هرجع الاقي المسمار انصد، ظاهره طبيعيه. بس ايه اللي خلى المسمار، وده نفس المكونات ونفس الحاجه، ايه اللي خلى المسمار اللي في انبوبه البوتاسيوم يصدي اكتر من المسمار اللي في انبوبه الصوديوم؟ ما احنا حاطينك في نفس العوامل وفي نفس الظروف. ايه اللي منع عنك يا بتاع الصوديوم ان انت تصدي اكتر؟ جنى هنريحها على جنب. بس خلاص عشان ما حدش يزعل، يلا قول يا محمد. طيب ممتاز، يعني قصدك ان نترات الصوديوم خلت الهواء اللي حوالين المسمار في الانبوبه يقل فيه، الله عليك يا ابني، يقل فيه بخار الميه، وبخار الميه هي اللي بتساعد على عمليه صدى، او من العوامل اللي بتساعد على الصدى. فانت قللت عامل من العوامل اللي بتعمل الصدى، فحصل ان الاثنين صدوا. بس صدى مين اقل من صدى مين؟ ها؟ صدى الانبوبه اللي فيها الصوديوم اقل من الصدى اللي فيها البوتاسيوم، لان صفه التميع موجود في مين؟ مش موجود في مين؟ ها؟ موجود في الصوديوم، مش موجود في البوتاسيوم. 10 على 10، ممتاز جدا. ودي كانت الحته الجديده اللي احنا كنا جايين نتكلم عليها النهارده. 10 على 10. بص كده على السؤال السريع اللي في نهايه الصفحه دي نحله مع بعض. احنا طبعا خلصنا صفحه بسم الله 100 وخلصنا صفحه 101. تمام. روح كده، ما الشكل البياني الذي يعبر عن التغير الحادث في كتله 1 جرام من كربونات الصوديوم عند تسخينها بشده؟ يلا يا باشا، يا ترى شكل الف، شكل ب، شكل ج، شكل د؟ يا ترى الاجابه هتبقى ايه مع حضرتك؟ ها؟ اظن واضحه لو انت ركزت. ها؟ ايه هو التغير اللي هيحصل ناتج تسخين من 1 جرام من كربونات الصوديوم؟ انا عارف انها بتجاوبها، بس بص من غير اجابه، فكر فيها انت، بس اجابتها في الصفحه اللي ورا. انا عايزك انت اللي تفكر فيها. جاوبتها صح كان بها، غلط يبقى تفهم الصح ايه. صح يا حراميه؟ صح. لازم نبص كده من ورا. أو انت قلت خلاص هسمح لك الاجابه؟ ما انا كنت لسه بس قلت كمل. يلا لا كمل، لا والله خلاص بتاعك. التغير في ازاي؟ ما بيغيرش في الكتله، لو بيغير في الحاله. طب لو كان دي كربونات ليثيوم كانت تتغير؟ طب وليه؟ طب ما هي طلعت كربونات ليثيوم وغاز ثاني اكسيد الكربون وكتلتهم مع بعض هم نفسهم كتله كربونات الصوديوم. الله عليك، انت قصدك ان هم الكتله هيها، بس مين هرب فقلل الكتله؟ ثاني اكسيد الكربون، فتقل الكتله. 10 على 10، 100 100. من ضمن الناس اللي هتتميز. بس محمد وجنى انا اللي هميزهم بنفسي. تمام. اتمنى تكونوا فهمتوا الخواص كلها، تمت على خير. هقول بس حاجه صغيره عشان نظامك الاسبوع الجاي عشان ما تتلخبطش وبعد كده توكل على الله على حصتك او دنيتك. فان شاء الله بكره مفيش حصه، يوم الجمعه اجازه بقى ريحوا. هتيجي على اللي حصته سبت هيجي على حصه السبت، اللي حصته حد هيجي على حصه الحد، يعني ايا كان. وهنشتغل الاسبوع الجاي ايامنا عادي، سبت واربع حد وثلاث وخميس، ونزود حصه واحده بس حصه في وسط الاسبوع، وقبل منها بشويه هنقول لكم ميعادها ايه. انما مش هيبقى الاسبوع الجاي كل يوم. دي نقطه. النقطه الثانيه، ان شاء الله باذن الله تعالى تبقى جاي مذاكر الدرس من بدايه الباب لحد ما نخلص الخواص، عشان النقطه اللي جايه مش مذاكر عشان تسمع، علشان معتمد على مذاكرتك. النقطه اللي جايه مهمه عشان تعرف هتحضر مركبات ل1 ازاي. تمام. ان شاء الله على خير، نشوفكم على خير. وحاولوا ان انتوا لما تنسى حاجه ترجع لفيديوهات اليوتيوب
ترجع لها لو انت ناسي اي معلومه. تمام، يلا ربنا يوفقك.